فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا للزميل محمد الصبري وضيوفه الكرام الكابتن حكيم شاكر والكابتن صفوان عبد الغني. مساء الخير عزيزي محمد، ونتمنى أن يكون اللقاء لقاء مهم ولقاء مثمر اللي يجمع منتخبنا الوطني أمام المنتخب الأوزبكي. طبعا لقاء منتخبنا الوطني العراقي اليوم أمام المنتخب الأوزبكي لقاء ودي تحضيري، هو اللقاء الثاني بعد لقاء طبعا المباراة السابقة التي كانت أمام المنتخب الأردني والتي تعادلنا فيها. نتمنى أن تكون اليوم الأمور مغايرة. نعم هي مباراة ودية، ولكن التحضير من خلالها مستوى الأسماء لثلاثة فقط اللي تحدث عن الحارس محمد حميد، ولدينا الحضور كذلك لميثم جبار ولعلي مباشرة من خلال هذه الكرة ترسل عالية ولكنها مرت. طبعا يوم 12 قبل أيام تعادلنا بدون أهداف كبيرة وبنظرات من خلالها يستفيد بعيدة. وتحدث عن المنتخب الأوزبكي بكرة ضغط من همام، سعد ناطق يضغط وهنا كرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة الماضية عن طريق اللاعب كولوف، اللاعب الواضح في الصورة معظم لاعبي المنتخب الأوزبكي يعني مع نادي بختكور. وكرة داخل منطقة الجزاء، هجوم للمنتخب على همام، أسرع يا همام، عرضية داخل منطقة الجزاء ميمي، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. مهند علي، مهند بالكرة الماضية، مهند سريع، مهند بالحلول الفردي جيد، ممتاز بتسديد من خارج منطقة. الدقائق تمر والتعادل بدون أهداف لغاية الآن. عالية الكرة ولكن الكرة بعد 5 لقاءات وكانت لقاءات ودية. هجوم الآن وراية من الحكم المساعد الأول زايد داود على مهند. مهند علي في اللقطة الماضية، علي عدنان يعود لحارس المرمى محمد حميد. مهند علي بضربة رأسية، همام أقرب للكرة. لدينا خطأ للمنتخب الأوزبكي، ضربة حرة مباشرة الآن، خطيرة قريبة وكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرت الضربة الحرة المباشرة كانت عن طريق اللاعب جنايف، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا الإعادة كرة ملعوبة الآن، استخلاص الكرة بشكل ممتاز ولكن رايو أوفسايد. إبراهيم بايش، ممكن إبراهيم من خلال هذا اللقاء يعني شوف إبراهيم أقرب لمهاوي، ابعد يا مهاوي، والكرة تترك ولا زالت، ولكن لدينا صافرة وخطأ. عادل النقبي حكم المباراة، حكم ذلك الأستاذ هشام محمد، تواجد مع المنتخب الوطني، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة، ممكن أداء أفضل لمنتخبنا الدقائق القادمة. هنا علي عدنان، ممكن سدد يا علي، سدد يا علي، ممكن كان يسدد الكرة على مشارف الضغط الجزاء بشكل مباشر بكرة ثابتة، بينما هنا الراية حاضرة وحالة تسلل. أحمد الراجدي حكم المساعد الثاني من الجهة البعيدة، وحالة تسلل تقام بدون جماهير، بدون حضور جماهيري، وهنالك يعني حتى على مستوى اللاعبين هنالك إصابة. إبراهيم لعلي عدنان، المنتخب الأوزبكي مرة أخرى الاعتماد على الأطراف جهة اليمين وجهة اليسار، اعتماد على الكرات العرضية. هنا تسديد من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج الأداء كان بالنسبة تغطية من سعد ناطق، أقرب محمد حميد ممكن، وهنا حكم المباراة وركلة جزاء بالنسبة للمنتخب الأوزبكي. تدخل من محمد حميد في اللقطة الماضية بقرار من حكم المباراة، وركلة جزاء للمنتخب الأوزبكي. ركلة جزاء للمنتخب التنفيذ الآن. منتخب الأوزبكي يتقدم، هدف أول للمنتخب الأوزبكي، هدف للمنتخب الأوزبكي من ركلة جزاء الآن، وكان ممكن محمد حميد وكان قريب من رد الكرة ولكنها كانت قوية، كان محمد حميد بالاتجاه الصحيح وكان ممكن أن تكون الكرة بالمتناول، ولكن ما عليك يا محمد، مع أنه ركلة الجزاء لم تكن صحيحة بقرار من حكم المباراة. وشوف الإعادة كان ممكن يردها من أمام حميدوف ولا على المنتخب الأوزبكي، وخطيرة الآن، خطيرة حميدوف وتسديد الكرة، ولكن برافو محمد حميد،
حامدوف انطلاقه سريعه من جهه اليمين، نفس اللاعب اللي سجل من ركله الجزاء والتسديد. طبعا هو لاعب يمتاز بالتسديد بالقدم اليسرى، ولكنه سدد بالقدم اليمنى، ولكن نقل الكره ونقلات كانت مميزه بين اعضاء لاعبي المنتخب الاوزبكي. تنفيذ والكره بضربه راسيه ولكنها مرت، تبعد الى ضربه ركنيه. خطير المنتخب الاوزبكي، افضل المنتخب الاوزبكي، يتقدم المنتخب الاوزبكي لغايه الان. يعني الشوط الثاني شوط المدربين. كره ملعوبه عاليه، وصلت الثواني الاخيره من الوقت المحتسب بدل عن الضائع هذه المباراه. هنا الشوط الثاني نتمنى ان يكون مغاير عن الشوط الاول، ونتمنى ان تكون الامور طيبه بالنسبه لمنتخبنا الوطني من خلال هذا الشوط. هنالك اخطاء فيها على مستوى المراكز وحتى اللاعبين، وتكون الحلول موجوده في المباريات الرسميه. علي عدنان وخطأ الان، وعلي عدنان ارسال الكره عاليه وراسيه ممكن، ولكن في استاد عمان يعني بالتحديد في يوم 9/9/2019 اخر لقاء. انت سعد ناطق بالكرات الثابته يتقدمون، وبالتالي الكره ملعوبه الان، ابعاد من قبل حارس المرمى ابراهيم بايش. يلا يا ابراهيم سدد، وتسديده برافو برافو، حلوه لابراهيم، الله على كره ابراهيم. بينما هنا مهند علي عدنان، كره عاليه ولكن مرت من الجميع الى خارج ارضيه. الستة كانت ودية ما بين منتخبنا والمنتخب الأوزبكي. هنا الإبعاد من قبل حارس المرمى محمد حميد إلى ضربة ركنية. والست لقاءات الأخيرة طبعا انتهت يعني أربطة. كرة ملعوبة عالية صافرة وخطأ لمحمد حميد. عدنان أقرب، وكرة لمازن فياض، مازن وكرة وصلت لحارس المرمى. مازن فياض بالكرة الماضية، وبالتالي الكرة وصلت بهذه الطريقة لحارس المرمى. كرة لمحمد قاسم، هجوم سريع الآن ممكن مع مازن فياض، والكرة طارت. خطيرة للمنتخب الأوزبكي، تسديد الكرة ولكنها اصطدت وتبعد عن طريق علي عدنان. مهند علي هجوم مرتد الآن، يلا يا مهند، نقل الكرة وانتباه على الكرات المرتدة للمنتخب الأوزبكي. كرة سريعة عرضية، كرة لمهند، سدد يا مهند داخل منطقة الجزاء، وتسديد الكرة وهدف التعادل. جول لمهند علي، هدف التعادل لمنتخبنا الوطني الآن في الدقيقة 64 من عمر المباراة. برافو لمهند، برافو لميمي، سدد الكرة في الأولى ما حصلها حارس المرمى، وبالتالي بعد ذلك الكرة داخل الشباك. حلوة لميمي، سدد الكرة، وبالتالي هدف التعادل. الهدف اللي راح يعطي المباراة طبعا إثارة أكبر. وهنا نفذ الكرة محمد قاسم، يحاول كرة عرضية خطيرة، كرة للبديل، وتبقى المحاولة مستمرة للمنتخب الأوزبكي. الكرة ممكن يسدد، ممكن مرر علي عدنان، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة لعلي عدنان اللقطة الماضية، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. ولكن الله على التمرير. قاسم مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، خطيرة الآن، خطيرة